السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وألف خير يا رب. زي ما انتم شايفين كده قفلنا على الفراخ البيضة بتاعتنا الكبيرة اهي. زي ما انتم شايفين قفلنا تقفيلة حلوة لأن الجو بايت ما هوش متظبط كده. زي ما انتم شايفين السما مقطعة كده. يعني ايه يا الله أعلم بقى، احنا في الشتاء يعني الواحد يبقى عامل حسابه لا قدر الله لو الواحد مثلا تحت ولا حاجة ممكن ايه الجو يشتي ولا حاجه. فزي ما انتم شايفين قفلت عليهم وظبطت عليهم اهون. وجينا برضو للفراخ بتاعتنا برضو هنقفل عليها حلو البط بتاعنا والفراخ بتاعتنا الصغيره اهم. عرفتهم اهون. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفتهم اهون. حطيت لهم الميه بتاعتهم وحطيت لهم العلب بتاعهم زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله زي العسل اهو. وبرده محبكه عليهم تحبيكه حلوه بحيث انتوا عارفين الشتاء ملوش ايه، ملوش امان. يعني ممكن يكون الجو حلو وفي ثانيه يشتي معاك، فلا قدر الله لو الجو شتاء بالليل ولا حاجه يبقى الواحد عامل حسابه برده. فزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله ايه البوكسه دافيه وجميله اهي زي العسل ومقفله عليهم تقفيله حلوه يعني. البط بتاعنا زي العسل اهو. ربنا يبارك يا رب لنا ولكم اهو. الاضاءه هنا مش حلوه قوي بحيث ان احنا ايه البوكسه محبكاها تحبيكه جامده واللمبه بتبقى عكسه في الاضاءه. بس زي ما انتم شايفين معانا بسم الله ما شاء الله الفراخ زي العسل اهي والبط زي العسل اهو اهو. نقومهم كده ياكلوا ويشربوا. زي ما انتم شايفين الفرخ معانا بسم الله ما شاء الله زي العسل اهو، فايق وحلو اهو. اهم حاجه زي ما انا قلت لك نوعيه الفرخ بتاعتك تجيبها مظبوطه تريحك طول الدور. وبرده في التحضير تحضني الفراخ بتاعتك حلو او اي طور جايه لك صغيره تحضرها حلو تريحك طول الدور. زي ما انتم شايفين دي تالت يوم لدواء الاستقبال. ده اخر يوم بقى ان شاء الله باذن الله النهارده. بعد كده هنبتدي لهم بقى ايه ميه بيضه. زي ما انا قايله لكم البط بيشرب كتير، فالسقايه دي انا بملاها يعني في اليوم يجي 3 4 مرات. عما ان شاء الله باذن الله اجيب لهم واحده كبيره شويه او اخد واحده من اللي قدام الفراخ بتاعتنا البيضه، لان الاتنين اللي هناك زي ما انتم شايفينهم كبيره يعني سقايات كبيره. لان ديت مش نافعه لهم يعني بقول لكم بملاها لهم يجي 3 4 مرات في اليوم. وببقى قلقانه عليهم بالليل لا يخلصوها ولا حاجه. فان شاء الله باذن الله احاول ايه اجيب لهم واحده او اجيب لهم واحده من اللي قدام الفراخ الكبيره. زي ما انتم شايفين البط بتاعنا بسم الله ما شاء الله زي العسل اهو. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب ان شاء الله باذن الله. النهارده الجو بايت ما هوش حلو زي ما انتم شايفين كده. الجو مغيم كده، فربنا يسترها يا رب ان شاء الله باذن الله وما تشتيش النهارده. واحد يعمل احتياطاته ويسيبها على ربنا ان شاء الله باذن الله. الفراخ البيضة النهارده يا حبايب قلبي بتاعتنا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله كملت. يعني امبارح كان 20 يوم النهارده 21 يوم. فزي ما انا قلت لكم بقى ال10 ايام دوم ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله كده. وبنعمل لهم كل يوم وصفه معاكم اهو زي ما انتم شايفين معايا ومتابعيني. بنعمل لهم وصفات كده من البيت. ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله وناخد منهم احلى اوزان وربنا ما يخسرناش لان احنا ولا انتوا يا رب ان شاء الله باذن الله. البط المسلوق بيبقى هادي زي البلدي بالظبط. يعني يعتبر هو والبلدي من سلالة واحدة، غير الزعائق خالص وغير الفرنساوي. دي بسم الله ما شاء الله حتى كل اللي احنا بادئينه مع بعض اهو كل ما هتلاقيه يكبر قدامكم تحسوا اللي هو زي البط البلدي البلد الصافي يعني بيبقى شكله بالظبط. يعني الناس اللي ما تبقاش لها خبرة قوي في البط وكده يعني ممكن تختلط بين المسكوفي وبين البلدي بيبقى شكلهم زي بعض بالظبط.
شاء الله باذن الله بقى هنعمل وصفه بكره للفراخ مع بعض كده، الفراخ البيضه. وصفه خفيفه برضو بالبيت ان شاء الله باذن الله. احنا زي ما انتم شايفين كنا عاملين لهم امبارح الخميره، بسم الله ما شاء الله، يعني كانت زي العسل. عملتها لهم الصبح وعملت لهم اخر النهار وانا جايه بيتهم، يعني يعتبروا ايه طول النهار كانوا بيشربوا ميه بخميره. النهارده بقى ما صورتش معاكم لهم ولا نزلت لهم فيديو، لان انا كنت حاطه لهم النهارده ميه بيضه. ما يعني بعمل الوصفه يوم بدل الحمد لله ما فيش تعب ولا في اي حاجه عندهم لا قدر الله. بعمل لهم الوصفه يوم واحد بس وبغير بقى. امبارح عملت لهم الوصفه بسم الله ما شاء الله كانت زي العسل الخميره. النهارده حطيت لهم ميه بيضه. بكره ان شاء الله باذن الله نعمل لهم وصفه مع بعض كده، ربنا يسهل يا رب ان شاء الله. اهم حاجه الطيور بتاعتك تبقى انت محافظه عليها من البرد اليومين ده هما، ومحبكه عليها حلو، بس برضو ايه يعني ما تحبكيش عليها لدرجه اللي هي مثلا تبقى درجه الحراره عاليه عندها لا قدر الله تعيا منك او حاجه، لا تسيبي لها برضو زي تهويه كده، او يبقى التدفئه بتاعتها في المعقول. ليه؟ لان برضو لو انت زودتي التدفئه اكتر على الطيور بتاعتك بتتعب منك. فانت تعالجي البرد احلى ما تعالجي السخونيه ويسخنوا منك ويتعبوا منك. يعني لو الطيور بتاعتك بردت معاك شويه ممكن تعالجيه، اما انا لو خدت كهرباء زياده او سخونيه زياده بتتعب منك لا قدر الله. ما عادش بقى ايه بتريحك بقى، بتتعبك اخر تعب. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله البط بتاعنا النهارده زي العسل اهو، يعني اليوم بيفرق معاه على طول بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله باذن الله زي ما انا قلت لكم هننزل بكره وصفه للفراخ البيضه. تابعوني بقى اللي متابعيني، ويا رب تكون الفيديوهات بتاعتي خفيفه عليكم. وكل يوم ان شاء الله باذن الله نبتدي كده ايه، او زي ما ابتدينا الدوره مع بعض كل يوم هنزل لكم فيديو برده ان شاء الله باذن الله في تربيه البط، لغايه ان شاء الله باذن الله ما ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله، ويبقى من اول الدوره لاخر الدوره بنزل لكم فيديوهات ونشوف هنعمل له ان شاء الله باذن الله. زي ما انتم عارفين الطيور اول ما بتيجي لازم الاستقبال بتاخده، فما بتعرفيش تعمل لها اي وصفات او اي حاجه، لازم الاستقبال دي بيبقى اهم حاجه، الاستقبال والتحضينه بتاعته. دي نجحت معاكي، يعتبر الدوره نجحت معاكي في كل حاجه، بط فراخ اي حاجه. اهم حاجه الاسبوع اللي هو بتحضناها فيه، وتاني حاجه الاستقبال اللي انت بتكوني حاطاه لها. فدي كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده حبايب قلبي، ودي كان الروتين بتاعي معاكم. يا رب تكون الفيديوهات خفيفه عليكم ان شاء الله باذن الله. انتظروا مني فيديو بكره بوصفه جديده ان شاء الله للفراخ بتاعتنا البيضه الكبيره. النهارده بقى لهم 21 يوم، ربنا يسهل يا رب ان شاء الله باذن الله، ونطلع كده دوره تفرح كده. انتم متابعين معايا من اول يوم لغايه ان شاء الله باذن الله ما هنفتح فيها بياعه ونشوف الاوزان مع بعض، وبرده هوزن معاكم وهوريكم ان شاء الله باذن الله الوصفات اللي احنا بنعملها برده هتبقى ايه يعني مأثره عليهم ازاي ويبقوا عاملين ازاي. فده كان الفيديو بتاعي معاكم، ودي كان روتيني معاكم النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.